النهاردة هنزور واحد من أخطر الأماكن السياحية الموجودة في جورجيا. أنا بسميه جسر الرعب. النهاردة هناخد جولة فيه. اليوم النهاردة عبارة عن مغامرة، يا رجعت منها سليم يا إما معرفش بقى إيه اللي ممكن يحصل، لأن أنا عندي فوبيا من الأماكن اللي زي دي. هندخل الأول ناكل حاجة ونشرب حاجة قبل ما نغامر ونجرب التجربة اللي هتحصل النهاردة. احنا في واحد من الاماكن السياحيه المهمه هنا في جورجيا، والمكان ده اسمه دشباشي كانيون، وفي كريستاله ورانا هنا اسمها دايموند. مشروع جميل جدا هنا في جورجيا، وفي سياح كتير بتيجي تزور المكان. في هنا مطعم زي ما احنا شايفين كده والاطلاله بتاعته، ومكان جميل جدا وخضار وجبال في كل مكان. وده المكان السياحي اللي الناس كلها بتيجي علشانه. هو انا خايف شويه بس هنجرب. بالظبط 120 كيلو من تبليسي، يعني ساعتين تبقى هنا. هنا المطعم الأكل فيه حلو جدا، وهو ميكس إيطالي على جورجي على عربي. مكرونة، جايبين كباب، جايبين بطاطس مكسيكان. فالميكس ده جامد جدا، والأكل هنا حلال، فاللي يجي هنا ما يخافش يطلب كده بقلب. يعني الأكل الصراحة 10 من 10. ودلوقتي هننزل عند الكريستالا ونشوف الأجواء من هناك عاملة إزاي. المكان عالمي. ده المطعم من جوه حاجة كده في الروقان خالص. وبما إن أنا عايش في جورجيا فعايز أقول لكم جودة الأكل عندهم من المطاعم المميزة الموجودة في جورجيا. سعر التذكرة بما يعادل $25، ولو انت مقيم في جورجيا بتدفع نص سعر التذكرة. عاملين أجواء جميلة هنا الصراحة، يعني ممكن تيجي تقعد هنا وتتمرجح على الإطلالة دي كلها. الواحد ممكن يستحمل يشوف العمق ده كله من الكريستالة ولا لا. يلا بينا نجرب. هنا مفيش أي حاجة، بس الموضوع مرعب يعني. هندخل للعمق بقى. اللي يجي هنا وهو ماشي ما انصحش حد اللي هو يبص لتحت، لان الموضوع صعب جدا. يلا نكمل. هو الموضوع صعب فعلا، واول ما تيجي هنا وتبص تحت ده اصعب. بس اجواء المكان جميل جدا، في شلالات تحت. المكان الصراحة عالمي. تبقى واقف هنا وتحتك إزاز وشايف كل حاجة. الموضوع صعب شوية. احنا دلوقتي في قلب الجوهرة، هننزل دلوقتي ونشوف الأجواء عاملة ازاي. كل حاجة هنا إزاز في إزاز. تحت بقى الموضوع إيه؟ مرعب. فكرة إن أنت ماشي على إزاز دي صعبة أوي. أنتوا متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ بس شايف جمال غير طبيعي. الشلالات تحت. انا ماشي وماسك زي ما انتم شايفين كده في السلم. من الحاجات السياحية اللي معمولة في جورجيا، حاجة جامدة جدا. عاملين كافيه هنا عشان تقعد تشرب القهوة بتاعتك على المنظر الجميل ده. عايز اقول لكم ان تكلفة المشروع ده كله $45 مليون. فاحنا بنتكلم في حجم مشروع قوي جدا، واللي عامل المشروع ده مستفاد منه جدا، لان يعتبر الحاجة الوحيدة المميزة هنا في المشاريع السياحية بتاعت جورجيا. وارتفاع المكان اللي احنا واقفين عليه ده لحد تحت 240 متر. ناس بتفكر بره الصندوق فعملوا المشروع الجميل ده. كل ما المس حاجه هنا اتكهرب. ده فيلم رعب. الناس اللي بتحب المغامرات بقى شايفين الكابل ده بتبقى فيه دراجات ماشيه من هنا. تجربه لو تقدر تعملها اعملها. انا اللي وقفني دلوقتي ان الجسر اللي واقف عليه كله بيتهز. فعلا المكان ممتع جدا. اي حد بيخاف لازم يجي ويجرب هنا عشان يكسر الخوف بتاعه. المكان جميل جدا والاجواء جميلة زي ما احنا شايفين. وفي حاجة كمان بسبب اللبس الشتوي اللي الواحد لابسه، فبيمسك الحديد بيكهرب، فالواحد ماشي على ازاز وبيتكهرب في نفس الوقت. انتوا شايفين الجسر ده كله معتمد على ايه؟ ده واحدة زيها هناك. اي حد ما بيخافش بقى انصحه يجرب دي. والناس اللي بتحب كمان المغامرات هتستمتع جدا في المكان ده. ممكن الواحد يفكر ويقول مين المكان ده اللي انا ادفع فيه $45 مليون واعمل مشروع سياحي؟ بس المشروع ده حقق دخل كبير جدا للمستثمرين اللي عملوا المشروع السياحي ده. والسياح بتيجي من كل مكان عشان تزور المكان ده. موجود فيلل، موجود مطاعم، موجود كافيهات، موجود الكريستالة كمان هنا. فالاجواء جامدة جدا.
والناس اللي كانت بتسألني سؤال انت عايش في جورجيا ليه؟ فأعتقد الأماكن اللي زي دي ممكن تجاوب على السؤال بتاعكم. منتجع سياحي متكامل وأجواء من الطبيعة في كل مكان، وكمان عندهم سوبر ماركت كبير بيبيعوا فيه كل المنتجات، وعندهم حاجات خاصة بالسوفونيرز الخاصة بالمكان اللي احنا فيه دلوقتي. المنتجع هنا كمان عاملين فيه فيلل، ولو قررت تقعد يومين أو 3 مش هتحتاج ان انت تطلع من المكان، لأن عندك سوبر ماركت، عندك مطعم، عندك أجواء طبيعية حواليك، فهتقعد تستجم اليومين أو 3 اللي انت قاعدهم في المكان المميز ده في جورجيا. خدنا العربية الدفع الرباعي دي، سعر الفرد $4، هينزلنا عند الشلالات تحت ويطلعنا تاني، بس الطريق زي ما انتوا شايفين كده في مغامرة قوية جدا. مبدئيا كده دي العربية اللي نزلتنا لتحت، شايفين عربية دفع رباعي. المكان هنا اسمه كاسلاند، وزي ما انتم شايفين كده الأجواء طبيعية وجميلة، وهندخل نتمشى شوية ونشوف الشلالات. كنت ممكن اكتفي ان انا اشوف الاجواء من فوق والشلالات من فوق، بس انا قررت ان انا غامر، وطالما جيت المكان هنا يبقى لازم اجرب. اوقات كتير بنفكر نرجع ومش عارفين ممكن تبقى في حاجة جميلة جدا مستنيانا. يوم يعني رعب الصراحة، بس في الاخر بتوصل لحاجة جميلة زي دي. يعني متخيلين معايا جمال الطبيعة كده وجمال الشلالات اللي موجود في المكان، وزي ما احنا شايفين دلوقتي نبص فوق نلاقي الكريستالة. الناس اللي بتحب المغامرات يا ريت تاخد عربية من فوق هتنزلك لحد المكان هنا تحت. طبعا المكان يستاهل ان انت تزوره، لان زي ما انتم شايفين شلالات ورانا في كل مكان، والمكان هنا مليان طبيعة. جورجيا يا جماعة فيها طبيعة جميلة جدا، ولسه فيها حاجات مستخبية هتبان مع الوقت. ده واحد من الأماكن السياحية اللي في جورجيا الموجودة الجميلة جدا، اللي انت لو زرت جورجيا لازم تيجي تزور المكان هنا. لو ما غامرتش مش هتوصل لحاجة جميلة انت حاببها او عايزها. بلاش تقعد في الكومفورت زون وتستنى الفرص تجيلك. الحياة عبارة عن تجارب، ولازم تعافر ولازم تاخد الريسك عشان تستنى النتيجة. ولو بتخاف ان انت تعمل حاجة لازم تعملها عشان تكسر الخوف اللي جواك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير عشان نستمر في صناعة المحتوى.